تخيل انك قاعد عادي جدا، تلاقي الويندوز بوت ديفندر راح مطلع لك الرت ان في تروجن. لا، والتروجن ده بيعمل ايه؟ بيحاول ينزل عندك سيرتيفيكيشن ان هو بينزل صلاحيات ال HTTPS ل HTTP. طب اللي مش عارف ايه خطورة الموضوع ده، ان دلوقتي اي حاجة انت بتكتبها في اي موقع المفروض ان هي بتتبعت متشفرة. يعني لو في مان ان ذا ميدل اتاك في النتورك بتاعتك مش هيقدر يشوف الحاجات اللي انت بتبعتها. طيب السيرتيفيكيشن دي بتلغي ال HTTPS وبتحولها ل HTTP، وبتقدر تشوف اي حاجة كبلين تكست. يعني ايه بلين تكست؟ يعني زي ما انت كاتبها بالظبط. وده اللي كان طلع من الويندوز بيت ديفندر، وده بالظبط اللي حصل معايا. كنت قاعد شغال في امان الله، لقيت الويندوز بيت ديفندر مطلع الالرت بتروجن زي ما باين قدامك كده بالظبط. طب اول حاجه عملتها ايه؟ رحت فاصل النت تماما. ليه؟ عشان لو في اي حاجه، لو في سيشن مفتوحه حاليا عندي على الجهاز تتقفل، لان هو طبيعي هو هي اكسس ريموتلي تمام من بعيد. فانا لما اقفل النت انا كده قطعت عنه السيشن. طب دي اول حاجه. تاني حاجه، رحت عامل سكان بمالوير بايت. بعد كده رحت عامل سكان ببيت ديفندر. تمام. مالوير بايت طلع ان الجهاز كلين، بيت ديفندر طلع ان الجهاز كلين. استعملت ويندوز ار وام ار تي فول سكان، جهاز كلين. وانا اصلا ما بنزلش حاجات كراك ولا بدخل على مواقع اللي هي بتديني حاجات فري او الافلام اللي بتفرج عليها فري. مفيش الكلام ده، فمفيش سكريبتات هترن، فانا واثق 100% ان انا ما بعملش حاجه غلط او ما بخش على مواقع مشبوهه علشان خاطر ينزل عندي تروجن. طيب بعد الاستبين دول عملت ايه؟ بعد الاستبين دول رحت سألت عمنا جوجل جيميناي، قعد يشرح لي خطورة الموقف ويقول لي ده حاجة حاصلة من السيستم ومش عارفة ايه وشوية كلام كده. فبعد كده فضلت قافل النت مفتحتوش، رحت قافل الجهاز وصحيت تاني يوم. قعدت افكر هعمل ايه، يمين شمال. رحت لقيت، رجعت تاني للويندوز بيت ديفندر، لقيت الحاجة موجودة. يعني انا كده كده كنت عملت لها ريموف من الويندوز بيت ديفندر، يعني خليت الويندوز بيت ديفندر يعمل السيرتيفيكيشن دي ريموف. فلقيت كل حاجة كده بيكون ليها زي هاش. تمام. ده بتبقى حاجة يونيك، بتحطها على فيروس توتال. فيروس توتال بيطلع لك مثلا حوالي 15 شركة، بيقول لك مثلا هل دي سكيور ولا لا. وفي مثلا شركات ممكن تصنفها كانها سكيور، وفي شركات ممكن تصنفها كانها ايه، نوت سكيور، على حسب البيهيفير بتاعتها في الجهاز عامله ازاي. فدخلت على فيروس توتال، حطيت الهاش دي، طلع لي سكيور. طيب السيرتيفيكيشن هما كانوا 2 سيرتيفيكيشن زي ما باين في الفيديو كده، 2 سيرتيفيكيشن. حطيت التانية طلع سكيور. طب اخدت الاسم بتاع التروجن ده، عملت بيه سيرش، مش لاقي اصلا التروجن ده، مش لاقيه على اليوتيوب. يعني حتى مش لاقي طريقه ان هو يتدلت بيها من على اليوتيوب. طب جوجل، عملت سيرش برقم السيرتيفيكيشن ده على جوجل، لقيت ان كان في مهندس من شركه مايكروسوفت منزل رايت اب بيتكلم فيه عن ان ويندوز بيت ديفندر نزل له تحديث في اول شهر مايو، وبقى بيحسب ان السيرتيفيكيشن دي تروجن. ففي الاخر السيرتيفيكيشن دي لما حسبها تروجن ده فولس بوزيتيف، يعني دي حاجة غلط، يعني دي حاجة مش صح. هو قال حاجة غلط ان هي فولس بوزيتيف، فده معناه ان السيرتيفيكيشن سكيور ومفيش اي حاجة. طب احنا هنستفاد ايه من القصة دي؟ ان احنا ما نعتمدش على الالرت على طول، تدور كويس، تدور في رايت ابس وتعرف الحاجة دي جاتلك منين،
وازاي وامتى وشغاله قد ايه، اشتغلت بقالها قد ايه لو هي كانت شغاله. طب ازاي بعد كده احاول اتجنب الموضوع ده، علشان طبعا الداتا بتاعتك مهمه جدا 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 جدا. بس كده، اتمنى تكون استفدت. لو استفدت ووصلت لغايه هنا متنساش تعمل ريبوست عشان غيرك يستفاد، فمحدش يتخض نفس الخضه دي.